فيديو اليوم كالعادة مليء بالمفاجآت والأخبار الحصرية لعالم بلدة. وقبل المشاهدة فضلا وليس أمرنا، إن كانت لديه زيارتكم الأولى للقناة فلا تنسوا الاشتراك فيها لدعمنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. प्रीत मेरी जल पावे ना अंजुहा कमल كلما تشاركت شخصية باكستانية ومشاهير بلود صارت ما، غالبا ما يتحول الأمر إلى موضوع ساخن على الإنترنت. وبينما يحتفل المعجبون بهذه اللحظات في بعض الأحيان، إلا أنه في أوقات التوتر كالتوتر الحالي في العلاقات الهندية الباكستانية، خاصة بعد هجوم بهلغام الإرهابي، غالبا ما تثير هذه التفاعلات ردود فعل سلبية. هذا وبعد الجدل الأخير حول مشاركة المغني والممثل الهندي دلجيت دوسانج مساحة الشاشة مع النجم الباكستاني هاني عمرة في فيلم سردار الجزء الثالث، انتشرت الآن صور للنجم النيبالي مع الناقد السينمائي الباكستاني المثير للجدل عمر ساندو على موقع ريديت. وفي حين انتقد بعض المستخدمين أنانيا لظهورها مع شخص معروف بآرائه الجريئة والمسيئة في كثير من الأحيان عن مشاعر بلدة، دافع آخرون عنها قائلين أنها ربما كانت مجرد صورة سيلفي لا أكثر. وأشار أحدهم معلقا عدم الانحياز هنا، لكن تصوير فيلم والتقط صورة سريعة أمرا مختلفا تماما. وعلق آخر هذا مبالغ فيه. ويشار أن الناقد السينمائي الباكستاني عمر ساندو لديه تاريخ من الادعاءات غير المؤكدة حول المشاهير، وقد سبق أن وقع في مشاكل قانونية بسبب تصريحات حول ممثلات مثل كريتي سانونا وجهيدي فلينجيتلا وغيرهن. जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा ومن جهة أخرى وحسب آخر الأخبار فإن الثنائي رانفير سينغ والمخرج الشهير سانجلي بانسالي اللذين كانا يوما ثنائيا لا ينفصلا على خلاف حاد، وقد أفادت التقارير بانفصالهما بعد سنوات من التعاون الناجح. هذا وقد أبدع الثنائي في أفلام شهيرة مثل رامليلا بجرة ومستاني وبدمافات، وهي الشركة ارتقت بمسيرة رانفير إلى آفاق جديدة وساعدته في ترسيخ مكانته في بلده. ومع ذلك تشير آخر التقارير إلى أن العلاقة بين رانفير والمخرج ليست على ما يرام، وذلك بسبب مشروع بانسالي القديم لافادور. ووفقا لتقرير صحفي كبير يدعى بسبهاشا، فإن رانفير قد استاء لعدم عرض ولا بطولة عليه في الفيلم الذي يضم رامبير كابور، علي بهات وفيكي كوشل. ورغم نجاحهما مع سابقا عرض على رانفير دور ثانوي لكنه رفضها، وقد أدى هذا إلى تولي فيكي كوشل الدور. وفي عقبتها التداعيات لم يدعى بانسالي مؤخرا لحضور احتفال رانفير الأخير بعيد ميلاده 40، مما يشير إلى توتر صداقتهما التي كانت وثيقة في السابق. कहंदा कुछ ना बदला झूठ बोले हर वेले ومن جهة أخرى استقبلت نائب المحبوبة كيارا أدفاني وصدرت مناظرة مؤخرا طفلهما الأول وهي فتاة، وذلك بعد مرور عام تقريبا على زفافهما الكبيرة. ويحتفل محبوهما في جميع أنحاء البلاد بهذا الفصل الجديد الرائع في قصة حبهما. هذا وقد أعلن الزوجين عن ولادة ابنتهما عبر حسابهما الانستغرام صباح يوم الأربعاء، وقد جاء في منشور الإعلان ما يلي: قلوبنا مليئة بالفرح وعالمنا تغير للأبد، رزقنا بمولودة جديدة كيارا وسدهرت. وبمجرد انتشار الخبر عبر أصدقائهم في الصنعاء والمعجبين عن سعادتهم البالغة. ووفقا لمصادر فقد ولدت كيارا ابنتها في مستشفى بمومباي ولادة طبيعية، كما أكدت مصادر إعلامية أن الأم ابنتها بصحة جيدة، علما أنه قبل أيام قليلة شهد الزوجان في عيادة للولادة مما أثار تكهنات. وتشير التقارير عندنا إلى أن الولادة كانت سلسة، وأن المستشفى يتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية خصوصية الزوجين خلال هذا الوقت الحميم. ومن جهة أخرى كشف الممثل التلفزيوني كوشل طندنا أن أحد المعجبين دخل منزله دون إذن أثناء غيابه، وقد تناول المشكلة عبر حسابه الانستغرام من خلال خاصية ستوري مؤخرا. هذا وفي منشور المفصل وصف كوشل التجربة بأنه مزعج للغاية، خاصة وأن ولديه يعيشان معه الآن. وقد تحدث أيضا عن أهمية الحفاظ على الخصوصية والحدود الشخصية مع الاعتراف بالحب والدعم من المعجبين، وعلق كالتالي: مرحبا بالجميع، اليوم حدث أمر أود التحدث عنها.
أثناء وجودي خارج المنزل دخل أحد المواجبين المنزل دون إذنه. أريد أن أوضح هذا الأمر تماما، هذا أمر غير مقبول. وأضاف كوشل كذلك معلقا: يعيش ولدي معي الآن وسلامتهما أهم من أي شيء آخر. أتفهم الحب وأنا ممتن للدعم، لكن تجاوز الحدود الشخصية بهذه الطريقة أمر مقلق للغاية. أرجوكم احترموا خصوصيتي ومساحتي الخاصة، خاصة الآن وقد انتقلت عائلتي للعيش معي. دعونا نحافظ على الحب ولكن باحترام وتفاهم متبادلين. شكرا لاستماعكم. जाना मेरा ढूंढते तेरी हंसी. ومن جهة أخرى، وفي حفل الافتتاح الكبير للموسم الثاني من دوري سباقات السوبر كروس الهندي، خطف النجم سلمان خان القلوب بلفتة مؤثرة، حيث قد شهد النجم وهو يعانق فتاة صغيرة وهي معجبة بها صعدت نحوه على المسرح. هذا وفي لحظة مؤثرة لتصفيق الحضور عانقها سلمان بحرارة ورافقها باللطف إلى مقعدها، مضيفا لمسة شخصية وعاطفية إلى الحدث الذي كان مليئا بالإثارة. And with the cheers, please welcome Mr. Salman Khan. I'd love to hear a round of applause for our man. I think it's time to get the enthusiasm going. Ladies and gentlemen, please welcome the face of the Indian Supercross Racing League, Bollywood megastar, youth icon, and the man who now flirts with dirt. I want to hear it once for Mr. Salman Khan!